قلتش انا زعلان عليهم. رمضان صبحي. رمضان صبحي العفياجي نجم الاهلي السابق، اللي كان كل جماهير الاهلي متسمه فيه خير، انه هيبقى خليفه ابو تريكه، النجم اللي اتعمل له بوسترات في النادي الاهلي، النجم اللي هو الاهلي ما كانش عاوز يمشيه، ولما طلب ان هو يحترف الاهلي طلعه يحترف وخد عليه فلوس. ولما هناك الدنيا ما مشيتش معاه بعد سنه ولا سنتين الاهلي قرر يرجعه باعاره، والاهلي يدفعها من جيبه. يعني تخيل ان اللعيب يبقى عندك وتبيعه وترجعه عندك اعاره وتدفع له فلوس. لا وبس كده، بعد سنه واتنين اعارات قال لك هنجيب رمضان صبحي رجعه تاني الاهلي. فقال لك هنخلص مع النادي اللي هو كان فيه، ما هو ابن النادي. رمضان صبحي ابن النادي، فمش خساره فيه ان يرجع النادي. وتيجي هنا الفجأة، تيجي هنا الفجأة فعلا. تعالى يا رمضان جدد، يقول لك لا انا جاي لي عروض. يعني بعد كل ده، بعد ما الاهلي موديك اعاره، ما جابك اعاره، وبعد ما عمل لك احتراف، وبعد ما عمل لك بوستر على استاد النادي الاهلي، و... وبيفخم فيك وبيلمعك، تقول لي تقول لي يا اداره اهلي انا عندي عروض؟ فكان الرد زي ما هتسمعوا دلوقتي كده. ساعة وترد عليا. بعد كده مشي رمضان صبحي. بس بعد ما مشي رمضان صبحي كل الجماهير اللي زعلت منه، كنا متفائلين في خير، كنا فعلا متفائلين في خير. فلما جيهم يسالوا الكابتن الخطيب: يا كابتن خطيب انت زعلت من الناس اللي مشيت؟ رد الكابتن الخطيب قال لهم كلمه واحده: زعلتش انا زعلان عليهم. انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. زي ما الكابتن الخطيب هيقول لك كده دلوقتي. سمعت كلمه الكابتن الخطيب؟ ففعلا هو ده اللي حصل. رمضان صبحي بعد ما راح بيراميدز، كل البطولات اللي بيراميدز خدها رمضان صبحي ما كانش مشارك فيها. تخيل، تخيل ان اخر مره رمضان صبحي راح فيها راح فيها المنتخب، كان اخر ماتش اللي هو دخل فيه جول مع المنتخب لما كان مع الاهلي. احنا كلنا زعلانين على رمضان صبحي. يعني لما النهارده كده كلنا نصحى من النوم نلاقي الخبر اللي انت هتشوفه دلوقتي نازل لك على الشاشه، يقول لك ايقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات، ده من الكاف. غير قبلها بيومين حبس رمضان صبحي، حبس رمضان صبحي بسبب قضيه تزوير. ويطلع بوست من عميد يقول لك كما تدين تدان، ورمضان صبحي هو السبب ان انا اتفصلت، وربك رجع لي حقي. عشان كده بقول لكم احنا زعلانين. لما اكون متفائل كده بواحد ان هيبقى حاجه والدنيا تخبط معاه، هتقول لي الفلوس اللي خدها، هقول لك الفلوس اللي خدها عمل بيها ايه دلوقتي؟ او محبوس وموقوف، محبوس وموقوف. فربنا يستر عليه ويعديها له، يعديها منه على خير. انا واحد من الناس، انا اهلاوي بس بحب رمضان صبحي، ويطلعه بالسلامه باللي هو فيه، ويبقى درس يتعلم منه، يبقى درس يتعلم منه. مش احنا الاهلاويه اللي قلبنا يحقد على حد حساب الاهلي، مش احنا. لا احنا نقف جنبه، حتى تلاقي كل البوستات اللي جايه الدعم منه جاي لهم الاهلي. بيراميدز محدش عبره، محدش شاف اي تعليق من بتوع بيراميدز. فعشان هو ابن النادي، هو كده كده خلاص موضوع انه يرجع مع الاهلي مقفول من زمان، اتقفل خلاص، اتحط مع الليسته اللي هو سابوا الاهلي عشان خاطر مصلحتهم. فخلاص ممنوع انه يرجع تاني الاهلي، ده كلنا عارفينه. زيه زي اسامه ابو علي، زي حسام ابراهيم، زي كل اللعيبه اللي مشيت، وعصام الحضري، زي اللعيبه كلها اللي مشيت خلاص مش هترجع الاهلي. بس كجمهور احنا زعلانين عليه، بنقول لك يا رمضان ربنا يطلعك بالسلامه. سلام.